السلام عليكم. انا جيت كلام النهارده البنات المخطوبه بقى. اي بنت مخطوبه مسؤوله مسؤوليه كامله من ابوها، مش مسؤوله من خطيبها خالص. في بنات بتجبر خطيبها ان يجيب لها وهو جاي شوكولاته مثلا مفضله، موبايل، يشحن لها رصيد. يوم ما يجيب حاجه زي كده بيجيبها تفضل منه او واجب، مش فرض خالص. في يوم تطلبي منه ان هو يجيب اي حاجة انت عايزاها، لان في بيوت بتاخد فكرة مش كويسة عن البنت دي، هو واهله طبعا، ان البنت دي طماعة او مادية او بصة المال او كده، او ممكن يكون ظروف الشاب ده اصلا مش قادرة تكفي ان يجيب لك على قده بجهز شقته، ابوه ملازمينه مثلا ان هو اللي يعمل حاجته، وانت مش عارفة التفاصيل دي. برضه في تفاصيل بتبقى مش معروفة. فالبنات المخطوبة الجميلات مش تفضلا منه ان هو يجيب حاجة هو مش واجب عليه اصلا ولا فرض، وده عيب بيبقى شكلها وحش قوي. وفي جوازات كتيرة بتتفركش من الحتة دي، تتفركش لان هي بتبقى طماعة او مادية بالنسبة لاهله، وهو مرتبه بيبقى على قده، والام في الوقت ده او الاب بيبقى باصص ان ابنه مش هيصرف مرتبه كله على البنت دي. فانت عشان تبقي جميلة ولذيذة كده مش مفروض تطلبي منه حاجة. جاب حاجة اهلا وسهلا، ما جابش لا خلاص شكرا. انتي مسؤولة من ابوكي، زي ما في بنات بتقول انا خطيبي ملوش كلمة عليا، يبقى كمان ملوش ان هو يجيب حاجة ولا عليه فرض. النقطة اللي بعد كده، في بنات كمان عندها، بنات جميلات كده عندها مسؤولية. لو خطيبها حتى جاب بونبوني حتى بجنيه بيبقى نفسها تديله الفلوس، عندها مسؤولية كده ان ما يجيش في يوم يقول لها انا كنت في بيت ابوكي جبتلك ولا عملتلك، او نبقى عززة كده داخلين على الغالي بمعنى اصح. بنات النهارده البنات الجميلة المخطوبات انا كلامي لهم بلاش تطلبي حاجة من خطيبك، وخليكي مسؤولة مسؤولية كاملة من ابوكي طول ما انت في بيت ابوكي، خصوصا الاسعار الغالية دي. هو مش ملزم اصلا يجيب لك حاجة، فما تخليهوش فرض، خليه واجب، خليه ذوق، خليكي غالية وعزيزة في بيت ابوكي.